السلام عليكم طلاب يا حبايبي، عاملين ايه؟ طلاب الصف الثالث ثانوي دفعه 2024. يا رب تكونوا بصحه وبخير وبسعاده. حبيب قلبي اللي مراقم، اللي قال لك هذاكر في الاجازه وما ذاكرش، اللي قال لك ان احنا يا مستر في الاجازه هنلم كل اللي فات وفتحنا له كل الفيديوهات وظبط كل حاجه، وبرضه راكم والدنيا كتير عليه. الدنيا في الترم الاول باظت وحاسس ان الاربع فصول كلها الدنيا متعكه. ما تخافش يا صديقي، احنا معاك اول باول، جاي لك بمفاجاه باذن الله هنقدر نحل لك مشكلتك. صلي بينا على النبي ويلا بينا نتفرج على الفيديو. اكتر مشكله بتواجه الطلبه دلوقتي هو ان الطالب في الوقت اللي احنا مفروض فيه هو مش عارف يذاكر القديم ولا عارف يذاكر الجديد، وكمان مش عايز يذاكر ماده ويقعد يلم كل القديم، وفي نفس الوقت هو عنده مشكله ان هو ممكن ياثر على ماده تانية. فدي مشكله بتقابل طلبه كتير جدا. فاحنا عندنا حل دلوقتي ان احنا ممكن نقدر نحل مشكله التاريخ في الاربع فصول اللي فاتوا، اولا بدون ما ناثر على اللي جاي، بدون ما نضر اي ماده تانية في المواد بتاعتنا. طب ايه هي القصه اللي احنا هنمشي بيها؟ بص يا صديقي، احنا وفرنا لك دلوقتي مراجعه خاصه على المنصه. المراجعه ديت هتكون عباره عن 4 فصول في فيديو واحد. ازاي يا مستر 4 فصول في فيديو واحد؟ والله زي ما بقول لك كده، احنا قدرنا ان احنا نوصل لك او نوفر لك فيديوهات مراجعه احنا كنا عاملينها السنه اللي فاتت حرفيا. فيديوهات كنا عاملينها لبرنامج المراجعه وبرنامج المكثف السنه اللي فاتت، كانت فيها كل اسئله الربط وكل افكار وكل استنتاجات وشرح بالترتيب الاحداث بتفصيلا من اول كلمه في الفصل لاخر كلمه في الفصل الرابع، يعني هنبدا من الاول للرابع. عملنا لك كل ده في فيديو واحد، وقدرنا كمان ان احنا نوصل ان كمان يبقى فيه اسئله جواها واستنتاجات وربط. واحنا بنشرح في الفصل الاول كنا بنشرح ساعتها وبنربط المعلومه بالفصل الثالث والرابع اللي انت لسه كمان هتخش عليه. فاصبح ان احنا وصلنا لمرحله كويسه ان احنا قدرنا نوفر 4 فيديوهات او فيديو واحد في الاربع فصول حقيقي 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 يقدر يلم لك كل حاجه، وفي نفس الوقت يكون مدته مش الكبيره اللي انت متخيلها، اللي هو مثلا تعدي انت حضرتك لو هتتكلم على ان احنا 4 فصول فاحنا عدينا 20 محاضره وكل محاضره بتعدي ساعتين 3، فانت بتتكلم ان انت بتتكلم في 50 ساعه. انت مش هتقدر في الوقت اللي احنا عايزينه نعمله ده في اسبوعين نلم الكلام ده، ولكن احنا قدرنا نحط خطه ان في خلال اسبوعين بكتيرك قوي 20 يوم ان احنا نوفر لك فيديو. الفيديو مش هيعدي مدته اللي هو الاربع فيديوهات مثلا ولو يكن 14 15 ساعه. ايه مستر كتير قوي، يقعد يفهم. انت فاهم انا بقول لك ايه؟ فاهم انا بقول لك ان انت حضرتك بتتكلم عن فيديو كامل 4 فصول منهج كامل مراجعه كامله احنا قدرنا نوفرها لك من الفيديوهات اللي احنا كنا عاملينها. المراجعه حرفيا والله ما فيها سطر. حتى الفيديوهات دي احنا ما كناش منزلينها على اليوتيوب لان احنا كنا منزلينها السنه اللي فاتت على المنصه كفيديوهات مراجعه. طب احنا هنعملها لك ازاي؟ قدرت اجمعها لك كلها في فيديو واحد وانزلها لك على المنصه. المراجعه دي يا مستر هتبقى بكام؟ المراجعه دي مجانا. ايه مجانا لكل طلبتنا، طلبه السناتر، طلبه اليوتيوب، طلبه الصعيد، حبايبنا، كل طلابنا في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. المراجعه دي هتكون مجانا، بس هي هتنزل على قناه او اسف على منصتنا، منصه كلام مؤرخين. طب يا مستر انا عايز ابقى موجود معاك حضرتك في المراجعه ديت. بص يا صديقي، لازم عشان انت تبقى انت واخد الخطوه ديت، اولا المراجعه ديت هتفضل موجوده ل 20 يوم بس. ايه 20 يوم بمجرد نزولها. فاحنا عاملين اصلا الخطه ان حضرتك تذاكرها في حوالي 16 يوم او 15 يوم. طب وبعد كده انا سايب يومين 3 زياده عشان خاطر الناس اللي ممكن تاثر فيهم. المفروض حضرتك لو احنا نزلنا الفيديو ده، فالفيديو ده والله ما هيخليك ان انت بعد ما تتفرج عليه المفروض ان انت تذاكر. لا لا، انت هتذاكر منه. انا بعتمد على ان اصلا في الشرح ان ما كنتش بكلم طالب في الوقت ده عارف معلومه. لا لا لا، انا كنت بكلم طالب والله كمان مره ولا عارف اي حاجه، فانا كنت بحكي له تفصيليا كلمه كلمه واستنتاج استنتاج وكلمه ونواتج تعلم. حتى الملازم بتاعتهم هسيبها لك PDF، هجمعها لك واسيبها لك PDF بحيث انها تبقى موجوده معاك في ملزمه واحده تقدر برضو تقرا منها غير المعلومات اللي انت عايز تزودها. فده كله كنا واصلين ليه المرحله في برنامج المراجعه السنه اللي فاتت اللي الناس حضرت معانا فيه. والله كمان مره الحمد لله قدروا بفضل ربنا سبحانه وتعالى يوصلوا لمرحله كبيره جدا ان هم يوصلوا فوق ال 55 ويوصلوا كمان لدرجات كويسه جدا. بص يا صديقي، طيب هنمشي ازاي يا مستر؟ نذاكر ازاي عشان ما نراكمش ولا نأثر على مواد تانية؟ احنا يا صديقي عندنا من الاخر كده حوالي مثلا زي ما بقول لك 16 يوم. فاحنا عايزين نمشي ازاي؟ لو الفيديو بالنسبه لي 15 ساعه او 16 ساعه فانا همشي بخطه اسمها يوم ويوم، وده الافضل. او الخطه الثانيه اللي احنا ممكن نمشي كل يوم. كل يوم عايز حضرتك تذاكر ساعه.
انت متخيل انا طالب منك ايه؟ انا مش طالب منك تبذل مجهود كبير، انا طالب من حضرتك انك بس يا اخي الساعه اللي انت بتضيعها في وقت ملهوش لازمه، بانك بتبدا تشير بوستات على الفيس، او ان حضرتك بتبدا تمسك الموبايل تبعت رسائل، او ان انت تتفرج على فيلم. انا طالب من حضرتك حاجه واحده بس تريح بيها ضميرك قدام ربنا وقدام نفسك، وتبقى عملت اللي عليك يا اخي وبذلت مجهود. اقسم بالله لو عملت كده، واقول لك حتى لو انت شاطر انت محتاج برضو تسمعها علشان خاطر انت تفتكر المعلومات. هو طريقه مهمه جدا جدا جدا، عشان وانت داخل المراجعه هتلاقي قلبك مرتاح، هتلاقي عارف واحنا بنبدا برنامج مراجعه تاني فيديوهات اجمل وحاجات احسن. انا مش ضايع يا مستر، انا على الاقل انا سمعت حاجه ولميت وقدرت اعرف، والموضوع بالنسبه لي ما بقاش فيه مشكله. الموضوع ان احنا هنمشي بخطه يوم ويوم، اللي هو عباره عن ان احنا هنذاكر في اليوم ساعتين، طب اليوم اللي بعده مش هذاكر حاجه. فاصبح ان انا في خلال 8 ايام، تمام، اللي احنا فيه يوم مش هنذاكره، في كل يوم ساعتين انا خلصت الفيديو. لمده قد ايه؟ لمده 15 16 يوم. طيب لو مشينا بالنظريه الثانيه اللي هو كل يوم ساعه، وانا انا كمستر احمد ما حبيش دي. ليه؟ لان انت هيجي عليك يوم ومش هتذاكر حاجه بسبب ان انت هتضغط في ماده ثانيه او حاجه، فممكن مش هتيجي تقول لي لا يا مستر مش هذاكر تاريخ النهارده. فتعالى يا عم نطبق نظريه يوم ويوم، وانت كل واحد فيكم اللي هيعمل الجدول لنفسه، مش انا اللي اعمله له، على حسب مواعيد دروسك، وشوف انت هتحب تذاكر امتى. وقسم يا عم الفيديو كل يوم ويوم ساعتين، ساعتين حضرتك خصصهم لنفسك بانك هتذاكر الجزئيه ديت. الجزئيه ديت صدقني لو ذاكرتها مش شرط ان انت تكون مخلص فصل كامل، بس خلص عند الساعتين، خلص عند جزئيه معينه وقف. ومش بطلب منك انك وقتك انك تحل دلوقتي، لو انت عندك وقت يبقى بعدها حل، بس صدقني هتلاقيني ساعتها اصلا انا وانا بشرح بحل في وسط الشرح، وبقول لك لو جالك سؤال هيقول لك كذا. فهتلاقينا بنعمل نفس النظريه، بنطبق ونشرح ونربط في فيديو واحد، بنربط بين الاول والثاني والثالث والرابع وانا بشرح في الاول. ازاي؟ بخش على الثالث برجع تاني نفس المعلومه اللي انا بطبقها بين الاول والثالث بربطها تاني بس وانا في الثالث. فاصبح ان المعلومه بتتربط مره واثنين وثلاثه، فهي عباره عن محاضره ربط، وعباره عن حل اسئله، وعباره عن شرح وبترتيب احداث. فهي صدقني هتلم لك الدنيا كلها، وفعلا هتخليك ان انت مش مراقب اي حاجه. بس انا طالب من حضرتك فعلا انك تبذل مجهود، مش انك تراكمها، لانك يا غبي احنا بننزل لك حاجه عشان ما تراكمهاش، فانت بتراكم الحل اللي احنا ندينه لك. فالله اكبر عليك، ربنا يحفظك. عايزين نفوق يابا، عايزين نبذل مجهود، لازم نبذل مجهود ونتعب يا جماعه. محدش بينجح الا لما بيبذل مجهود، صدقني. مش هيبقى الموضوع قايم دايما على المدرس ان هو اللي يحاول يعمل لك كل حاجه وانت مش عايز تتعب. لازم تتعب، لانك لو تعبت صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. يا جماعه كلنا بنشتغل، كلنا بنعمل، ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش ان هو مش هيضيع الشخص اللي بيعمل، لا مش هيضيع الشخص او مش هيضيع تعب شخص بيعمل. ربنا قال لك ايه؟ احنا مش هنضيع تعب حد من احسن عمل، ما قالش من يعمل، لان من عمل خلاص ما هو انت عملت، كلنا نعمل. لا المن احسن عملا، يبقى لازم تبقى انت فاهم ان لازم انت تحسن العمل، يبقى انت لازم تجتهد، يبقى انت لازم تبذل مجهود. فاحنا فعلا والله لو قدرنا ان احنا نوصل للمرحله دي وبذلنا مجهود كويس جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا. دي يا شباب الخطه اللي احنا نمشي بيها. وبعد كده هيبقى عاملين محاضره ربط. ايه يعني يا مستر بعد ما انا خلصت؟ ما هو تعالى بقى، ما في حاجات بدات تقع منك وانت شغال في الايه، في المراجعه. تعالى بقى اعيد لك تاني من خلال محاضره واحده، نبدا نربط الاحداث كلها في الخمس فصول، مش 4 كمان، هدخل الخامس معاهم في الربط. ازاي يا مستر المراجعه تبقى عباره عن 5 فصول؟ ان احنا نبدا نجيب المواحدات كلها والحروب كلها. ويا صديقي انا يعني عشان بس تبقى انت فاهم، انت الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى عارفين معانا احنا يعني ايه كلمه ربط، لان الربط معانا مختلف عن اي حد. الربط بتاعنا احنا مش بنشرح الحاجه، مش بنشرح الحروب كلها ورا بعض وخلاص، لا احنا بنجيب النظريه ان ممكن الحرب دي مع الحرب دي تتشابه في نقطه معينه، والسؤال يجي عليها ازاي. نجيب معاهدات وحاجات معينه، مش شرط ان احنا ممكن نشبه معاهده بحرب، ممكن نشبه حادثه باتفاق، ممكن نشبه، مش شرط يكون حادثه بحادثه، لا احنا ممكن نلعب على الحته دي. هنجيب لك الوزارات كلها، هنجيب لك الحروب والمواحدات وسياسه التمصير، وهنتكلم على الثورات كلها اللي في المنهج، هنتكلم على الاحوال الاقتصاديه كلها، الاحوال الاجتماعيه كلها، القوانين، الدستور، الشخصيات اللي حكمت مصر، كل واحد شخصيه ايه العلاقه، الفرامانات اللي موجوده، كل ده جمعناهم في ملزمه واحده. ودي هننزل بيها ان شاء الله لحبايبنا طلاب السناتر كلها اللي احنا موجودين فيها. وتقدر حضرتك بعد ما فرغت على المحاضره دي تحضرها معانا في السناتر، لان محاضره الربط اللي فاتت احنا ما اعلناش او ما كناش بنقبل دخول طلبه جديده، ولكن انت لو سمعت المحاضره دي تقدر اضمن لك انك تحضر معايا المحاضره دي في السناتر او في محافظات الصعيد اللي ان شاء الله هنبقى موجود قريب جدا في المنيا واسيوط وسوهاج. وبرده حبايبنا طلاب المنيا واسيوط وسوهاج هيبقى فيه فيديو تفاصيلا
او تفصيل هيبقى عباره عن التفصيل اللي احنا هننزل في هذه ايه او في المحافظات ديت. هبقى سايب لك برضو لينك تسجل فيه محافظتك وتسجل فيه الداتا بتاعتك لو انت عايز تحجز معانا، وهيبقى لسه في تفاصيل اقول لك تحجز بينها ازاي. وكمان يا شباب هيبقى برضو المحاضره دي هننزلها برضو حبايبنا طلابنا اللي ما بنعرفش نتواصل معاهم من محافظات بعيده اللي هم معانا على المنصه. ان شاء الله الفتره اللي جايه بعدها هيبقى فيه امتحان شامل. الامتحان الشامل ده هيكون 5 فصول، والامتحان ال5 فصول ده هيبقى متواجد معانا في سناتر، وحضرتك بعد ما تخلص المراجعه دي تقدر تنزل تحضر معانا في السنتر الامتحان الشامل وتكمل معانا سنتر عشان تقدر تكمل معانا مراجعات البرنامج الايه المكثف. تمام يا شباب، عايزين نفوق، عايزين نبذل مجهود، ربنا يكون في عونكم، وان شاء الله هيبقى في خطوه وخطوه ان احنا مع بعض. وبعد كمان ما نخلص هنحاول نوفر لك فيديو قبل الامتحان الشامل لحل امتحانين شاملين على ال5 فصول، بحيث ان احنا نلم الدنيا كلها وما نكونش مقصرين على اي ماده تانية. ما تنساش ساعه يا اما ساعتين وتمشي بالخطتين، سواء الخطه دي او الخطه دي مش هتاثر على اي حاجه، بس راعي ضميرك قدام ربنا وابذل مجهود هتلم كل حاجه. هسيب لكم يا شباب لينك المنصه وازاي تسجل على المنصه، وهتلاقي ازاي الفيديو موجود على المنصه بمجرد نزوله تحت عندك في الديسكريبشن. والارقام اللي بتظهر عندك على الشاشه دلوقتي هي دي اللي هتقدر تتواصل معاها لو حصل لك اي مشكله، او ازاي ان انت عايز توصل لفريق الدعم عشان يحل لك مشكلتك وازاي تتفرج على الفيديو. اتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان الناس كلها تكون ربنا موفقه وتبذل مجهود، وان شاء الله اشوفكم بعد ما نكون مخلصين كل اللي فات. عايزين حاجه يا شباب؟ ربنا يكون في عونكم. سلام.